السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده جلاش طعمه تحفه. طريقته سهله خالص وبسيطه وبجد طعمه رهيب. طبعا ده كان ترند في وقت، بس انا بقى الحيناه في الاخر، بس بجد طعمه حلو قوي. طريقه الجلاش يا جماعه رهيبه، مفيش حد اكله الا انبهر بيه. بجد طعمه تحفه وانت بتاكليه كده بيدوب. اول حاجه هنا هنبتدي بيها. معايا هنا كوبايه سمنه بلدي. حابه تضيفي سمنه على زيت براحتك، حابه تضيفي كميه قليله عن كده براحتك، بس انا بحب لما اعمل حلويات اضيف سمنه كويسه. هنا اول حاجه هنا هجيب ورقه الجلاش. هاخد ورقه ورقه زي ما انتم شايفين كده، وابتدي ادهنها بالسمنه. حابه تقللي نسبه الدهون براحتك، وابتدي بقى اكشكشها زي ما انتم شايفين كده، كاننا بنعمل مروحه زي زمان كده. شايفين اهو، سهله خالص، طريقتها سهله خالص. اهم حاجه ان احنا ناخد ورقه ورقه. تمام كده، وبعدين دهنت الصينيه دهنة سمنه، وبعدين هبتدي ارص بقى. هاخد واحده تاني. عايزه اقول لكم ان كوبايه السمنه مش كتيره، او سمنه على زيت يعني. بس بعد ما تستوي صينيه الجلاش او كنافه او اي حاجه تضيفيها، ولقيتي سمنه كتيره ممكن تصفيها، بس لما تبقى زياده بتبقى احسن، بتدي طعم طبعا احسن كتير وتوريقه للحاجه. تمام كده اقفلها، ومفيش مشاكل لو ورقه الجلاش متقطعه كده، مفيش اي مشاكل. هنظبطها كده ونرصها كلها في الصينيه. تمام كده، انا خلصت الصينيه كلها، بس ركنتها على جنب. ومعايا هنا كوبايتين لبن ساقع، لبن يكون بارد من التلاجة. وهنا معايا كاستر. هنزل هنا بثلاث معالق كبار زي ما انتم شايفين كده، وابتدي اقلبها. كل ده طبعا على البارد، اللبن كان في التلاجة. ومعايا هنا 3 معالق كاستر. لو مش متوفر كاستر يبقى نشا، 3 معالق نشا. انا ما ضفتش سكر خالص، مش هضيف سكر. هنبتدي بقى هنا نقطع بقى الجلاش. قطعي طبعا على حسب الحجم اللي انت عايزاه، بسكينه تكون مشرشره علشان ما تبهدلش معاك الجلاش. شايفين المرصوص ازاي يا جماعه؟ رصيته كده بالطول اهو، متكشكش جنب بعضيه كده زي ما انتم شايفين. خلاص انا قطعته هنا. شايفين انا ما كملتش كوبايه السمنه. تمام، بس حسيت كده من فوق ان الجلاش ناشف من فوق، فاديته دهنه كده من فوق خفيفه. تمام كده. وبعدين هجيب بقى خليط الكاستر زي ما انتم شايفين كده، وبعدين انزل بيه. تمام. هشربه كل الكميه الكوبايتين، وما تخافيش خالص علشان يطلع معاكي طري. انا نزلت بيه بس هزيته كده شويه بعد ما شرب، وبعدين كملت يعني اخد معايا كوبايتين. تمام. وبعدين هدخله على الفرن على الرف الوسطاني على درجه حراره متوسطه، علشان يستوي معايا، ما يبقاش متعجن واخد لون من فوق ومتعجن معايا من جوه. لا، انا بحب اسوي الجلاش على نار هاديه. تمام كده. وبعدين اول ما يخرج الجلاش معانا شربات بارد، وبعدين ابتدي اشربه بقى. اخدت كوبايه شربات كبيره. تمام كده. الشربات عباره عن كوبايتين سكر وكوبايه ميه، هنسيبهم لحد ما يغلوا. بعدين نبتدي نعصر عليهم نص ليمونه، وبعدين نطفي عليهم نسيبهم لحد ما يبردوا. تمام. شايفين بقى؟ بجد كانت تحفه، بس بصراحه احسن حاجه ان تاكلوها تكون دافيه. قدموها دافيه بتبقى خطيره. شايفين يا جماعه؟ بجد طعمها تحفه، وطعم الكاستر فيها رهيب. شايفين؟ واخده لون حلو قوي ومستويه من جوه، علشان سويناها على نار. شايفين من تحت عامله ازاي؟ سويناها على نار متوسطه. بلاش نسخن الفرن جامد وندخلها تاخد كده من فوق لون ومن جوه تبقى متعجنه. مش هينفع خالص وتبقى طعمها مش حلو. هنخلي النار متوسطه. طبعا انا ما عملتش شربات معاكم لان انا بيبقى عندي شربات كتير بيتبقى كل ما بعمل وصفه، فبشيله بقى في التلاجة، ما بيحصلوش اي حاجه ولا بيسكر. لو ما جربتوش طريقه الجلاش دي يبقى فايتكم كتير، لازم تجربوها. مع السلامه.